اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من حلقاتنا اندرويد كينج. النهارده جايب لكم حلقه جديده ومميزه، اللي هو ازاي تدي صلاحيات الروت لموبايلك الاندرويد من غير ما تعمل روت لموبايلك او من غير ما تحط عليه برامج. حتى لو حطيت عليه برامج هتحتاج منك صلاحيات الروت. ازاي؟ شرح النهارده لنسخه اندرويد مارشميلو. ان شاء الله هحاول اشوف لكم طريقه لللولي بوب. اول حاجه كده هنروح، انت لما بتيجي تنزل النسخه يدوي او حتى جاتلك تحديث بينزل لك معها صلاحيات الروت. ازاي؟ هتلاقي الحكايه دي في خيارات المطور. هنروح لها كده، نفتح خيارات المطور، هتلاقي اسمها روت اكسس اهي. تدوس على الخيار ده، هيديك هنا 3 خيارات. هيقولك هيديك الصلاحيات بتاعتك للتطبيقات بس او الصلاحيات عامه. انت لو عايز للتطبيقات بس ممكن تخليها للتطبيقات، دوس اوكي. انت كده اديت صلاحيات الروت للتطبيقات اللي محتاجة روت. وعشان نتأكد اكتر نروح نشوف الموبايل عليه روت ولا لا، بالروت تشيكر ندوس عليه اهو، الديفايس بتاع الموبايل. هنا جايب لك صلاحيات الروت شغالة مع اني ما عملتش روت للموبايل، كأني عامل لي روت. هي اصلا صلاحيات الروت نازلة مع النسخة المارشميلو. هتيجي تعرف ازاي؟ نقفلها تاني، نخرج من التطبيق، نقفل الصلاحيات بتاعة الروت اهي، قفلناها. نروح برضو للبرنامج، نقفله ونرجع له تاني. ودي كده كانت نهاية حلقتنا. رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش كالعادة لو الفيديو عجبكم دوسوا لايك وسبسكرايب، وتزورونا ياريت على قناتنا اندرويد كينج على اليوتيوب وتشرفونا فيها، وتدوسوا لايك وسبسكرايب عليها عشان يوصلكوا كل ما هو جديد وتستفادوا بالفيديوهات اللي عليها. اشوفكم في حلقة جديدة، مع السلامة.